في الفيديو ده انا هقولك على 6 نصايح كنت اتمنى ان حد يقولهم لي اول ما بدأت على اليوتيوب، ولو طبقتهم هتلاقي ان الدنيا بدأت تمشي معاك وهتلاقي نفسك يعني بدأت تنجح على اليوتيوب. فركز معايا وكمل الفيديو للآخر ويلا بينا نشوف الموضوع ده. طيب اول حاجة اعمل اللي تحبه مش الترند. يعني سيبك بقى من ان الفيديوهات بتاعت مثلا الطبخ بتجيب فلوس او فيديوهات مش عارف ايه بتجيب مشاهدات كتير. سيبك من الكلام ده، انت شوف المجال اللي انت بتحبه ونوعية الفيديوهات اللي انت بتحب تعملها واعملها. هتقولي طب ليه؟ ما هو انا محتاج الناس تشوف الفيديوهات بتاعتي ومحتاج اعمل الحاجة الترند. اقولك ده جميل، بس انت الحاجات الترند او الحاجات اللي انت شايف ان هي هتجيب فيوز كتير، الحاجة دي انت هتعملها مرة مرتين وهتزهق. لكن انت لو بتعمل اللي بتحبه انت هيبقى عندك استعداد تعمل ده طول عمرك وما عندكش مشكلة، مش هتحس ان انت زهقان ومش هتحس ان انت تعبان وانت شغال. الحاجة التانية ان الفيديوهات اللي عليها مشاهدات عالية مش بالضرورة لما انت تعملها يجي عليها مشاهدات عالية برضو. يعني مثلا انت شفت فلان الفلاني عامل فيديو في الرياضة مثلا فجايب مشاهدات عالية جدا، فانت قلت ايه انا هروح اقلد المحتوى ده على اساس انه بيجيب مشاهدات. لا، هو فعليا جاب مشاهدات لان صاحب المحتوى ده هو بيحب المحتوى ده وفي نفس الوقت هو شغال على اليوتيوب فجايب مشاهدات ليه جمهوره وليه ناسه. انت بالنسبة لك ده مش هيحصل معاك، فاعمل اللي بتحبه عشان يعني ما تتعبش في عمايله، وفي نفس الوقت المشاهدات اللي هتجيلك يعني دول هيبقوا جمهورك، دول اللي هيشوفوا كل حاجة انت هتنزلها وهيحبوا ان هم يشوفوك انت. فشوف اللي بتحبه، شوف المواضيع اللي انت غاويها والمواضيع اللي انت مهتم بيها واعمل عنها فيديوهات. ما تدورش على الفيديوهات اللي بتجيب مشاهدات والحاجات اللي بتجيب فلوس، الكلام ده مش هينفعك. تاني نصيحة وهي انك ما تقارنش نفسك بحد. اول ما بدأت على اليوتيوب كنت بقعد اشوف اللي بيعملوا فيديوهات يعني من نفس النوع بتاعي واقعد اقارن نفسي بيهم، ودي حاجة غلط. ان انت تقعد تقارن نفسك بناس تانية ده مش هيوصلك لأي حاجة، لان ببساطة كده الشخص التاني ده هو بقاله فترة هو تعب على ما وصل للي هو فيه، فاكيد المقارنة دي هتكون انت الخسران. الحاجة الوحيدة اللي انت ممكن تقارن بيها نفسك هو فيديوهاتك القديمة. يعني انت عملت اول فيديو، تاني فيديو، تالت فيديو، شايف تطور، يبقى انت كده ماشي صح. يعني انت لو رجعت، بس انا ما انصحكش تعمل ده، يعني لو رجعت جبت اول فيديو عندي على القناة هتلاقي يعني كل حاجة بشعة، تصوير بشع، مونتاج بشع، صوت بشع، كل حاجة يعني راحة في داهية. يعني ما انصحكش تعمل ده اوعى ترجع تتفرج على اول فيديو. بس يعني هتلاقي ان انت كل مدى بتتطور وكده انت تمام. فقارن نفسك بنفسك قبل كده، ما تقارنش نفسك بحد وملكش دعوة بالمشاهدات بتاعت غيرك. تالت حاجة وهي انك ما تركزش مع الاحصائيات. اليوتيوب دايما بيديك احصائيات ويقولك الفيديو ده مثلا كان احسن من الفيديو اللي فات، الفيديو ده اتشاف مش عارف قد ايه، الفيديو ده عمل ايه. ما تركزش مع الكلام ده لان الكلام ده هيحبطك. يعني الميزة دي في اليوتيوب هي ممكن تعتبر عيب بالنسبة لك، فما تركزش مع الاحصائيات. ما تقعدش بقى تشوف والله الفيديو ده جاب 100 مشاهدة، الفيديو ده جاب 1000 مشاهدة، ما تقعدش تركز في الكلام ده. اعمل الفيديو وانساه، يعني صور الفيديو، منتجه، ارفعه وشكرا على كده، ما تشغلش بالك بقى بيه، ما تركزش معاه وما تقعدش تشوف الاحصائيات زيادة عن اللزوم. رابع حاجة وهي انك ما تركزش مع التعليقات، ويستحسن لو في البداية تقفل التعليقات اصلا، لان الناس اللي بتدخل تعلق هي بتقارنك بالناس التانية اللي وصلت بقالها فترة. يعني انت هتلاقي مثلا انت اول ما هتنزل فيديو على اليوتيوب طبعا كل حاجة هتكون يعني لسه انت بتتعلم ولسه بتجرب ولسه اول فيديو ليك، فوارد ان الفيديو بتاعك ده مثلا يتشاف وناس كتير تشوفه. التعليقات بقى اللي هتلاقيها على الفيديو ده غالبا هتلاقيها تعليقات سلبية، لان الناس دي هي شايفة ان انت بتقدم حاجة تعبانة، بتقدم كواليتي قليل، فالناس دي هتحط لك تعليقات غالبا انت بعد ما تقرأ التعليقات دي انت مش هتعمل حاجة تاني، انت ولا هتصور فيديوهات تاني ولا هتشتغل اساسا. فما تركزش مع التعليقات. لو انت قادر انك تتحكم في نفسيتك وان انت فعلا تقرأ التعليقات وتمام يعني عادي ما تأثرش فيك تمام، مش هتقدر على ده يبقى اقفل التعليقات اصلا. وخلي بالك ان معظم الناس دي بيبقوا ناس فشلة اصلا، هم ولا عايزين يتعبوا ولا عايزين يشتغلوا، فهو عايزك زيه. لان الشخص اللي بيتعب وبيشتغل فعلا هو حاسس بالمعاناة اللي انت حاسس بيها، هو حاسس بان الموضوع صعب وعارف ان دي طبيعي جدا تكون البداية بتاعتك، فغالبا ده هيشجعك وهيحط لك تعليق كويس. اما اي تعليق سلبي اعرف ان ده شخص فاشل، شخص ملوش اي لازمة، هو جاي بس عايزك تخليك شبهه. خامس نصيحة، ابدأ بأي حاجة، اي اداة معاك ابدأ بيها. يعني موبايلك جميل، مش لازم تروح تشتري كاميرا، مش لازم تروح تشتري مايك، وحتى موبايلك ايا كان موديله. يعني ما تقوليش مثلا لا انا لازم اروح اجيب الايفون الفلاني عشان اصور الفيديو الفلاني. عايز اقول لكم انا اول ما بدأت على اليوتيوب بدأت بتليفون كان اوبو اف 9 تقريبا حاجة كده، تليفون عادي جدا ويعني الكاميرا بتاعته كانت تعبانة،
فابدأ بأي حاجة معاك. المايك معاكش مايك، اشتغل بالهاند فري بتاعك. الهاند فري بتاع التليفون صوته بيبقى جميل على فكرة، اشتغل بالمايك بتاعه. متقولش بقى انا لازم اروح اشتري المايك الفلاني. وعلى فكرة في مايكات رخيصة، يعني انت في مايكات في حدود 150 جنيه 200 جنيه تقدر انت تشتغل بيها. بس عايز اقولك حتى ده ما تشتريهوش، ابدأ باللي معاك. هتقولي طب انا ازاي اطلع جودة كويسة من الموبايل بتاعي؟ هقولك شوف الفيديو اللي هيظهر قدامك دلوقتي متكلم في الموضوع ده بالتفصيل، وتابع القناة برضو لان هنزل في المواضيع دي كتير. سادس حاجة بقى، وهي حاجة جديدة علينا شوية، وهو الذكاء الاصطناعي. استخدم الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات بتاعتك. يعني عايز اقول لكم مثلا الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده، انا قعدت كده مسكت التليفون شات جي بي تي او بينج اي اي ايا كان، واقعد اتكلم معاه. اقعد اقول له مثلا انا عايز اكتب لي سكريبت مثلا عن الموضوع الفلاني. الفيديو ده على فكرة انا خدت ملاحظات من الذكاء الاصطناعي، اللي هو انا قاعد شغال بتكلم معاه فاداني فكرة، خدت الفكرة دي وكتبت عليها سكريبت. انا بحب انا بنفسي اللي اكتب السكريبت وانا اللي احضر الفيديو، بس انت ممكن تخلي الذكاء الاصطناعي يعمل لك ده، وعلى فكرة هيعمل لك الشغل ده ممتاز. يعني انت ممكن تقول له، تقعد تتكلم معاه، اقعد قول له انا عايز اعمل كذا 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 كذا، هو هيحضر لك السكريبت وهيقول لك تعمل ايه، وتقدر تعتمد عليه. يعني انا هعمل لكم الفيديو اللي جاي هيكون عن الموضوع ده. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتكلم فيه ازاي ان انت بقى تستخدم الذكاء الاصطناعي، وازاي تستخدم موبايلك في ان هو يديك افكار ويخليك تشتغل احسن. فما تنساش بقى انك لو استفدت اي حاجة من الفيديو ده تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.